السلام عليكم دراري، كلشي بخير، كلشي مزيان. معكم يوسف، قناة انفو موطو ايكراك بي. هاد الفيديو درتو خصيصا للدراري اللي مبتدئين، لاول مره غادي يشريو موطور ديالهم، او اللي يقدر يكون عندهم موطور وبنادم ما عارفش هاد الحوايج هادو اللي غادي نقولهم في هاد الفيديو. هاد الفيديو غنقدم فيه 7 ديال النصائح. نتمنى تكون في المستوى وتنال الاعجاب ديالكم. وكنتمنى الناس اللي مازال ما تابوناش عندي في لاشين تهبط تحت من الفيديو غتلقى ابوني او اشتراك او سبسكرايب، كليكي عليها، ما تنساش تفعل زر الجرس باش يبقى يوصلك الجديد ديالي. خليك مع الفيديو باش تعرف على هاد 7 نصائح. اول نصيحه غنبدا بها هي الموتور تكون عنده ماكينه صغيره، يعني لا سيلندري تكون فيها 49 سي سي. علاش تكون عنده ماكينه صغيره؟ انت يلاه بادي في الموتور، من الاحسن تكون عندك ماكينه صغيره باش ما تكونش عندك واحد السرعه كبيره، حيت انت يلاه بادي ما غتحكمش في الموتور ديالك مزيان. وحتى كيفاش غادي تمشي في الطريق، يعني يلا تبدا تعرف على الطريق مزيان حيت كاين اللي يلا كيشري موتور كبير وتكون عنده سرعه كبيره، كيصدق داير بي اكسيدون في الشهر الاول ولا شي حاجه. من الاحسن نشري موتور ديال ماكينه صغيره، على قبل باش تكون عنده سرعه قليله، يعني ما غيفوتش لك ديك 70 حتى ل 80 كاع، يعني تقدر تتحكم فيه. يعني راك عارفين السرعه تقتل. السرعه الا ما كنتيش حريف وكنتي يعني كنت مدوز في الموتور بزاف، راه ما خصكش ثاني تكسيري بزاف. وعلاش ثاني ماكينه صغيره؟ غتكون عنده بلاكه صغيره فيها بزاف المميزات. اول حاجه هي معفي من البيرمي، ديك القضيه ديال واخا دابا البيرمي ما طبقش، الا طبق راه غتكون معفي من البيرمي، حيت مع بلاكه صغيره ما كاينش البيرمي فيها، كاين في البلاكه الكبيره. وثاني حاجه لاسيرونس ديالو رخيصه على اللي عنده بلاكه كبيره، راكم عارفين. وكاين حتى قضيه اخرى، لا فيزيت هي رخيصه، يعني غدوز 100 درهم باش دير لي لا فيزيت. وكاين قضيه اخرى، هو الموتور رخيص، يعني الموتور ديال البلاكه صغيره كيكون رخص من البلاكه كبيره. تاني نصيحه نقدر نقولها لك، هو الموتور انه يكون فيتاس. علاش فيتاس؟ حيت مع لا بغيتي تسافر به تقدر تسافر به، واقتصادي، يعني ما كيكونسوميش بزاف ليسونس، وحتى في الركبه ديالو كيكون مرتاح على الموتور عادي. كاين سكوترات اللي كيكون مرتاح، ولكن هو ما فيش ديك الفيبراسيون بزاف، في مونتيسورات مزيانين، يعني مرتاح صراحه. هاد الموتور الشينوا هاد الاخرين هادو الركبه فيهم مرتاحه، ما كتلقاش في مشكل. ثالث حاجه هما الفرانات من الاحسن بجوج يكونوا في اليد. علاش بجوج يكونوا في اليد؟ كيف ما تشوف هاد الموتور الفيتيس كتلقى الفران القدامي في اليد والفران الوراني في الرجل. وهنا المشكل فين كاين؟ الله يحفظ، الى عبك الموتور ولا زيكزاكا بك، يعني انت ما كتعرفش واش تفراني برجلك، يعني تفراني بالفران النوراني برجلك، اولا يعني طاكي الموتور باش ما يطيحش ثاني برجلك، وانت عندك يعني غتكايلي برجل اليسريه، ولكن الرجل اليمنيه ما حيتك واش غتحطها في الارض، يعني طاكي الموتور باش ما يطيحش ولا تفراني بها. هنا كاين مشكل، هذا مشكل كبير. يعني بعض المرات بنادم حتى تخرج ليه شي حاجه على غفله، شي طوموبيل ولا شنو، كيبغي يفراني وما حيتو باغي يفراني برجلو، ما حيتو باغي يحط رجلو في الارض باش ما يطيحش بيه الموتور. يعني حتى هذا اشكال. من الاحسن الفرانات بجوجهم يكونوا في اليد، من الاحسن، ويكونوا ديسك. من الاحسن يكونوا ديسك احسن من الاخر. رابع حاجه هما الرويد، من الاحسن يكونوا تيبليس. علاش؟ حيت تيبليس كيصبروا بزاف، وحتى لا كان شي بياسه يعني دغيا كتصوب ولا صوبتي بياسه، يعني ما كتبقاش تنفس مره اخرى ولا شي حاجه، يعني صافي كصايبتها بحال شريتي بنو جديد. يعني من الاحسن بنو يكون تيبليس. خامس حاجة أنه يكون فيه سيستم دالارم، أي واحد الجهاز ديال الإنذار اللي كيركب في الدراجة الناري ديالك. يعني تقدر تشري موتور يكون فيه، يقدر ما يكونش فيه، يعني هاد الآخرين كاملين فيهم هاد سيستم دالارم. لما كانش فيه، الا بغيتي يركبوا لك راه يركبوا لك. كتزيد شويه الفلوس، واقيلا شي 200 درهم ولا ما عرفت شنو هو، وصافي كيركب لك هاد السيستم دالارم. علاش كيصلح هاد السيستم دالارم؟ كيصلح بالنسبه للشفاره، يعني باش موتورك يكون محمي اكثر. هاد السيستم دالارم شنو هو الدور ديالو؟ يعني اي واحد قاص لك الموتور ديالك كيبدا كلاكسوني، كيبدا يغوت، كيدير واحد الصوت اللي رهيب. يعني واحد الصوت اللي مجهد بزاف، كيدير واحد الصوت، يعني اي واحد قاسو كيدير هذاك الصوت. يعني شفار بغى يشفر موتور، ان فوا كيقيس الموتور غيبدا يغوت هذاك الموتور، صافي
غادي يهرب داك الشفار، غادي يهرب، يعني ما غاديش يقيس لك موتورك. هاد السيستم دالارم يعني مهم بزاف، يعني انا كيجيني بعدا مهم، حسن من القفل حسن من داك التخربيق كامل. هاد السيستم دالارم راه كتحكم فيه بالتيليكوموند، كيكون عندك تيليكوموند كتشعل وكطفيه بالتيليكوموند. بالنسبه لي باغي يعرف يعني بزاف على هاد السيستم دالارم، انا ديجا درت جوج فيديوهات على هاد السيستم دالارم شحال هادي، يعني مده. رجع لاشين فيديوهات قدام غادي تلقى مواضيع على هاد السيستم دالارم، شحال كيدير الثمن ديالو، وعاد من تقدر تركبو وبزاف د الحوايج. سادس نصيحة الدراري هي البارت ديال الموتور او الزجاجة اللي كتركب في الموتور القدام. هذه ما غالياش بزاف، يعني رخيصة، دايره شي 100 درهم تقريبا. وحتى التركيب تقدر تركبها بوحدك، اللي ما يعرفش يركبها ديجا درت فيديو على كيفاش تركب هاد البارت ديال الموتور، وكتحمي بزاف من البرد. راك كيف ما كتعرفوا يعني بزاف ديال الدراري كيمرضوا بالبرد ديال الموتور، يعني عندهم مشاكل، يعني داك البرد كيبقى يضرب ليهم في صدرهم، كيكون غادي في الموطور كيبقى يضرب ليه البرد في صدرو، يعني مع المده صافي داك البرد كيهلكو في صدرو. هاد البارابريز الا درتيها يعني من الاول، يعني ما غيكونش عندك واحد الضرر كبير ديال الموتور، يعني غضرر لك صدرك كامل، غيبقى غير راسك. تقدر دير كاسك يكون مغطي لك راسك كامل، ها انت محمي تقريبا شي 95% من البرد. سابع حاجة وآخر حاجة هي النصيحة اللي غادي نعطيكم، هو الروداج. يعني الدراري اللي غادي يشريو موطور جديد من الأحسن يتبعوا التعليمات ديال الروداج مزيان. كاينين فيديوهات بزاف في اليوتيوب على الروداج، وحتى التبدال ديال الزيت يكون في وقته. بالنسبة للماطر فيتاس، تبدال الزيت راه مهم يكون في وقته، يعني بنادم ينظم داكشي ويتهلا في موطورو، حيت قد ما تهلات في موطورو قد ما غادي يبقى عندك بزاف، وكاع بغيتي تبيعي يعني غادي يجيب لك ثمن، يعني ثمن مزيان. هادشي اللي كاين الدراري. كنتمنى نكونوا هاد النصائح يعني نالوا الاعجاب ديالكم ونتمنى. اللي مازال عنده شي تساؤل، كاينه باج على الفيسبوك ديالي اللي هي انفو موطو ايكغيك بي، يعني صيفط لي ميساج تما غادي نجاوبو. وكاين حتى اللي بغى يكومونطي ليا لتحت. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناش عندي في لاشين، غتهبط تحت من الفيديو غتلقى ابوني او اشتراك او سبسكرايب، كليك عليه. ولا عجبك الفيديو دير لايك، ما عجبكش دير ديزلايك. مرحبا على الراس والعين، تهلاو الخوت في ريوسكم، الله يعاونكم.